اخواتي الاهلاويه قبل ما تزعل مني اسمعني للاخر، اللي هقوله مش شتيمه ولا تقليل من اهلي ولا جماهيره، ده تحفيل وانتقاد باحترام، لكن احيانا الحقيقه بتكون تقيله، خصوصا لما نتكلم عن حاجه النادي طول عمره كان بيعتبرها مصدر فخر، المبادئ والقيم. فصلي على النبي في قلبك ويلا بينا نحفل. امام عاشور مشكلته انه مش مجرد لاعب في الاهلي، امام عاشور بقى صداع مزمن في دماغ كل واحد بيحب يحكي لك عن المبادئ والقيم والشعارات، والاجمد ان مجرد ذكر اسمه ممكن يخلي نص الشعارات دي تختفي. تعال نجربها كده. هتقول لي مبادئ، هقول لك امام عاشور. هتقول لي اللي بيدخل الاهلي بيتربى، امام عاشور. انا مشكلتي مش مع امام عاشور، امام لاعب وليه قراراته وليه مطالبه وليه حساباته، المشكله في الصوره المثاليه اللي اتبنت حوالين النادي سنين. لانك لما تقول للناس عندنا مبادئ، من مبدا حتى لما يبقى ضد مصلحتك، ولما تقول عندنا قيم يبقى القيم مش بتتغير حسب اسم اللاعب، ولما تقول الاهلي فوق الجميع يبقى لازم الشعار ده يفضل فوق الجميع فعلا. مش وقت ما الامور ماشيه يبقى زي الفل، واول ما الدنيا تتعقد نبدا نعمل استثناءات. وعشان هقولها بمنتهى الوضوح، صفقه امام عاشور هتفضل نقطه سوداء في تاريخ النادي الاهلي، مش عشان امام عاشور لاعب وحش، لكن عشان الصفقه دي فتحت باب اسئله وتناقضات حوالين شعارات كتير اتقالت لسنين. وعشان كده امام عاشور عمل حاجه خطيره جدا، خلى الناس تبدا تسال طب فين المبادئ اللي كنا بنسمع عنها؟ فين اللاعب اللي بيمضي على بياض؟ فين حكايه ال 48 ساعه؟ فين فكره ان اسم الاهلي لوحده كفايه؟ وفين اصلا الكلام اللي كان بيتقال بمنتهى الثقه قبل ما امام عاشور يبقى لاعب في النادي الاهلي؟ وانا هنا مش بقول ان امام عاشور هدم الاهلي، لا، امام عاشور هدم حاجه تانية، هدم فكره ان الشعارات دي دايما بتشتغل بنفس الطريقه مع كل لاعب وكل موقف. وعشان كده اهلاوي ما تزعلش، امام عاشور مش اكبر من الاهلي طبعا، لكن الغريب ان كل ما نتكلم عن الاهلي ومبادئه وقيمه امام عاشور يطلع لنا من تحت الترابيزه. فالسؤال اللي عايز اجابه صريحه، امام عاشور استثناء ولا هو بس كشف ان الاستثناءات موجوده من زمان؟ انا تهامي وزملكاوي بقول لك امام عاشور كلمه السر في كل شعارات الاهلي. تشتغل لايك وفولو على الرايق. سلام.